السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ بوبا. زي ما انتم شايفين كده هنعمل طريقة عمل الفول المدمس في البيت بطريقة سهلة وجميلة جدا، وهتحبوا تعملوها على طول في البيت. طبعا هجيب نص كيلو فول، وهجيب حلة مية، حلة ونحط فيها مية ونحط فيها نص كيلو فول، ونسيبه ليلة كاملة. وممكن تستعملوه على طول، بس انا بحب اسيبه ليلة كاملة. زي ما انتم شايفين كده اغطيها حتى تاني يوم. طبعا صفينا المية، وزي ما انتم شايفين كده الفول نقعناه. هنجيب طبعا مكونات: نص كوباية عدس، نص كوباية رز، بصلاية، 3 فصوص توم، وطماطمتين بالظبط، وكيسين صلصة معلبة. ممكن تستعملوا معلقتين صلصة لو حابين. صلصة يعني اللي احنا عاملينها جاهزة، بس انا بحب اجيب المعلبة دي، بتدي لون حلو قوي للفول. انا ما بستعملهاش كتير. دلوقتي هحط طبعا الفول، وهحط المكونات دي كلها مع بعض في قلب فوالة الفول، او حلة. لو ما عندكوش فوالة نحط حلة عادي. زي ما انتم شايفين كده انا حاطة المكونات مع بعض. بجد الفول والرز طبعا غسلهم كويس قوي. نص كوباية رز ونص كوباية العدس غسلينه كويس. وطبعا البصل، وهنحط معلقة كمون. ولو حابين تحطوا نص ليمونية، نجيبوا ليمونية ونقسمها نص. لو مش حابين عادي. زي ما انتم شايفين كده انا بفضل الصلصة، بتدي لون حلو قوي. اما بجيب صلصة جاهزة بتدي لون حلو قوي للفول، بتخليه لونه كده فاتح وجميل، مبقاش غامق. وطبعا المكونات دي كلها مفيدة، وبتدي طعم حلو قوي في قلب للفول يعني. زي ما انتوا شايفين كده هنحط ميه، وممكن تستعملوا ميه مغليه، بس عادي. لو حابين ميه بارده دلوقتي لحد ما تغلى. بس طبعا اما يغلى الفول، اما نحب نزوده بميه سخنه، او ميه من الكتل يعني، عشان خاطر الفول ما يبقاش جامد معانا. زي ما انتوا شايفين كده حطيته على النار. طبعا كل شويه اقلبه عشان ما يلزقش تحت. كل شويه تقلبيه كده، ولو عاوز يكمل ميه كمليه ميه سخنه، عشان اهم حاجه الميه السخنه عشان الفول ما يغيبش اكتر. طبعا اول ما يغلى جامد كده زي ما انتم شايفين كده، وطوا عليه شمعة خالص. توطوا عليه شمعة عشان خاطر ما يتحرقش معاكم حتى ما يستوي خالص. طبعا هو بيقعد يعني فترة طويلة، عشان الفول بيحب يستوي براحته خالص. زي ما انتم شايفين كده ولونه حلو قوي. وطبعا لما بنحط الميه المغليه بيغلى قدامك، لازم يغلى قدامك كده، عشان لو حطيته ميه ساقعه بيغيب معاكوا قوي والفول يبقى جامد. مش شايفين كده لونه جميل قوي وطعمه كان بجد جميل. ممكن ما تكيسوش وتحطوه في الفريزر، حطوه في التلاجة عادي واسحبي بيه كل يوم. يعني ما تكتريش نص كيلو، يعني كل 10 ايام كده استعملي، هاتي نص كيلو واعمليه احسن ما تعملي كيلو على بعض. زي ما انتم شايفين كده لونه جميل. اهم حاجة ما تنسلوش اللايك واشتراك بالصفحة وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.